عمرك سألت نفسك إزاي الكمبيوتر اللي هو مجرد آلة واللي بيعتمد على قواعد 1+1=2، إزاي بيقدر يطلّع رقم عشوائي؟ زي إنك تقدر تدوس على زرار يقدر يختار رقم عشوائي الفائز في لعبة، أو حتى تيجي ترمي حجر النرد فيطلع لك رقم عشوائي. وطبعًا أنت لو فاهم في قواعد الكمبيوتر هتبقى فاهم إن الكمبيوتر ما بيعملش أي حاجة عشوائية، لازم يكون في قواعد عشان يقدر يمشي عليها. الكمبيوتر بيختار حاجة اسمها pseudo random number اللي هو رقم شبه عشوائي، عشان يطلّع لك رقم يبان إنه عشوائي، ولكن طبعًا هو رقم مش عشوائي، وده عن طريق إنه بيختار حاجة اسمها seed أو بالعربي البذرة، والبذرة دي ما بتبقاش عشوائية زي ما قُلت لك. في اللحظة إن أنت دوست فيها على الزرار عشان الكمبيوتر يطلّع رقم عشوائي، بيروح يشوف الساعة كام بالملي ثانية. الكمبيوتر بقى بياخد الوقت ده ويدخّله جوّه معادلة رياضية معقدة جدًا، عشان يطلّع لك في الآخر رقم يبان إن هو عشوائي. وطبعًا أنت مستحيل تتوقع الرقم ده. طبعًا لو في هاكر شاطر وقدر يعرف الوقت اللي الكمبيوتر طلّع فيه الرقم ده بالملي سكند، وقدر كمان يعرف إيه هي المعادلة اللي داخل فيها الرقم ده، هيقدر يطلّع الرقم العشوائي ده ويقدر يفهمه. عشان كده في الأنظمة التشفير المعقدة بنخلّي الكمبيوتر يعتمد على إنه يجيب الفيد دي أو البذرة اللي إحنا قُلنا عليها من حاجة خارج الجهاز، زي إنه يقدر يجيب الفيد ده من حرارة البروسيسور أو من حركتك للماوس، هيطلع برقم أنت مستحيل تتوقعه. المهم أنت لو عاوز معلومات زي دي فأنت لازم تتابعني.